القطط بتتعب بس تعبها مش بيبان في الأول، بتنام أكتر، مش عاوزة تاكل، بتبدأ تخس واحدة واحدة، وفي الآخر بتتفاجئ إن عندها مشكلة في الكبد. الكبد من أهم الأعضاء في جسم القطة، ولو بدأ يحصل فيه مشكلة فالجسم كله بينهار. في شوية أعراض كده ممكن تخليك تبدأ تشك إن القطة بتاعتك ممكن يكون عندها مشكلة في الكبد بتاعها، زي الخمول الواضح أو المفاجئ، فقدان الشهية، الترجيع المتكرر، اصفرار في اللثة أو العين، الضعف العام، بالإضافة إنك هتلاقي وزنها بينزل بشكل ملحوظ. طيب ازاي بقى نحمي القطه بتاعتنا من المشاكل دي كلها؟ الاكل بتاعها لازم يكون جودته كويسه، بلاش يا جماعه الاكلات او الوجبات اللي مجهوله المصدر او الاكلات البشعه او الحاجات الغريبه اللي احنا بناكلها القطط بتاعتنا. لازم تكون عارف القطه بتاعتك ومتابعها كويس، واخد بالك من وزنها بيزيد بيقل ما بيزيدش، الحاجات دي المفروض تكون متابعها. ولو شكيت في اي حاجه من الاعراض اللي قلنا عليها فلازم تروح لاقرب عياده تعمل تحليل لانزيمات الكبد ونطمن عليها. لو القطه بتاعتك دايما تعبانه، مناعتها ضعيفه، كل شويه يجيلها تعب جديد، يبقى لازم تفكر في